لو انت بتفكر تشتري سكوتر اكس رود فالفيديو ده ليك، ولو انت ملاك سكوتر اكس رود فالفيديو ده برضو ليك. لازم تسمع الفيديو للاخر عشان تستفيد من المعلومات اللي اقولك عليها دلوقتي. احنا هنتكلم بخصوص البطارية. ايه اللي بيأثر عمر البطارية رغم ان هي لسه جديدة؟ وايه المشاكل اللي بتحصل للسكوتر وهو جديد؟ وايه سببها؟ بالنسبة لان لندة التشيك، لندة الاعطال بالايد والسكوتر انت لسه مستلمه، او يحصل معاك قفلة في الكهرباء والسكوتر ما يقدرش يدور برضه وانت لسه مستلمه. ممكن ده يحصل معاك في نفس اليوم كله بسبب طريقة تخمير البطارية الخاطئ، أو تجهيز البطارية الخاطئ. المعارض طبعا عشان عندهم ضغط شغل أو ما عندهمش وقت، فبيعملوا كل حاجة بسرعة. المهم ان هو يخلص ويسلمك. بيجيب البطارية يطلعها، بتبقى بطارية الاسكوتر الاكسرود من 150 والميتين بتبقى جاية جافة بس المية خارجة بره. بيفضوا، بيبقى ازازة بتتحط فوق البطارية بتبدأ تفضي ميتها. هما طبعا بيفضوها بسرعة ويشيلوا الازازة الفاضية ويحطوا الغطا بتاعها ويبدأوا يركبوا البطارية. طبعا بيحصل هنا كارثة، البطارية لسه فيها تفاعل كيميائي ما استقرش، والبطارية بتبقى حرارتها هنا مرتفعة جدا. وهو بعد كده بيقوم حاططها على السكوتر ومدور، ومع الشحن كمان اللي بيخش لها فبيبقى فيه جوه يعني مدعكة جوه البطارية عمرها أثر. وطبعا عشان حطيت البطارية مباشرة على في السكوتر، والتفاعل الكيميائي اللي جوه البطارية لسه مستقرش، فبيدي للجهاز الاي سي يو كهرباء غير مستقرة. فهو هنا بيحس بالخطر فبيعمل على نفسه حماية ويبدأ يديلك تشيك ويقيدلك اللندا اللي في العداد. طب انا عايز اتجنب المشاكل دي. هتقف على ايد الصنايعي وتقول له بعد اذنك سيب لي البطارية لغاية اما تبرد. يعني انت مش محتاج تبقى فاهم، انت كل اللي هتعمله هتروح بعد ما هو يحط المية فيها، حط ايدك عليها بس، حط ايدك هتلاقيها مولعة. قول لي سيبها لي لغاية اما تبرد خالص. تمام، وتقول له كده يعني اتصرف. عمر البطارية دي ممكن عمرها يوصل لمعاك ل4 سنين، بتبوظ بعد سنة وشهور كمان. هتخليه اول لما يفضي الميه تفضل بتخليه يفضي الميه براحتها، وبعد ما الميه تفضى يشيل الازازه ويسيبها براحتها لغايه ما تبرد خالص وبعد كده يركبها. ومع حاجه كمان، طبعا المعارض ما فيهاش جهاز شحن، فانت خد السكوتر بتاعك وامشي من 20 دقيقه 30 دقيقه متواصل عشان تديها شحنه 100%، لانها بتبقى شحنه من 70 ل80% بالكتير على شحنة المية على التفاعل الكيميائي. واللي انا بقوله هنا بخصوص البطارية ده ينطبق على جميع موديلات البطاريات اللي بتيجي بمياه خارج بره، السواي ام اي نوع عموما. ولو اي حد حصل معاه موقف من اي حاجة انا قلت عليها، السكوتر مثلا بطارية سخنة والمعرض ركبها له كده وخلاص، لندة التشيك ادت معاه على طول في العداد، حصل معاه قفلة، او السكوتر بطل منه ومعرفش السبب ايه ورجع للمعرض تاني وهم دوروه وقالوا له اي كلام رضوا بيه ومشوه. يا ريت تشاركنا في الكومنتات علشان الكل يعرف الحاجات دي وكل يبقى عنده وعي. كل واحد شاب صغير لسه رايح يشتري سكوتر جديد يبقى فاهم هو رايح يعمل ايه. وما تنسوش اللايك والاشتراك عشان يوصلكوا كل جديد. كنت النهاردة مع مستر سكوتر في فيديو، وبستناه فيديوهات جاية الفترة الجاية كتير.